سلفتي بتغير مني، سلفتي بتغير مني ومش عارفة ليه، مع ان انا اقل شقة في الشقق فيهم. طبعا عايشين في بيت العيلة، وبيت العيلة ده ما ادراك بيت العيلة. هنأول نصبح عليكم احلى صباح من الريف المصري الجميل. زي ما انتم شايفين كده، فتحنا الشباك ولقينا ما شاء الله المنظر الرهيب ده قدام البيت. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال والروعة والطبيعة، هوا وخضرة ومية وجمال. ده طبعا بيت ابويا برضو. الروتين اللي فات عملناه في بيت بابا الجميل، ربنا يديله الصحة يا رب. أهلا وسهلا بيكم في شغلة وحكاية. منورين ومشرفين جميع المتابعين من جميع الدول العربية والغير عربية كمان. حبايبي واخواتي، ربنا يكبر بخاطركم. دعواتكم الجميلة بتوصلني كمان. الكومنتات الجميلة الرهيبة والكلمات الحلوة اللي تجبر الخاطر دي بصراحة. ربنا يكبر بخاطركم جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. بجد دعمكم ليا شيء مشرفني، دعمكم ليا حاجة جميلة جدا. بتكبروني وتكتروني وبتسعدوني، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. طبعا قناة شغلة وحكاية، قناة روتين، قناة يعني من قلب المطبخ، من قلب البيت، من قلب الشقة، بتعمل كل الوصفات، كل الأكلات، كل أي حاجة انتوا حابينها، من غسيل سجاد لغسيل كرشة لغسيل كل حاجة انتوا حابينها. طبعا ست بيت، كل حاجة ست البيت هي بتعملها. النهارده هنعمل روتين زي ما انتم شايفين كده، روتين في الصالة عندنا. طبعا بيت العيلة أو بيت العيلة في الأرياف. زي ما انتم شايفين كده، الكنب الجميل بقى والمنظر الطبيعي الرهيب، مية وهواء وخضرة وشمس وجمال وطبيعة. طبعا اتصلت عليا أحد المتابعات الجمال، قالت لي سلفتي بتغير مني مع إن أنا بحبها جدا وبحب ولادها، وشقتي تعتبر أقل شقة في الشقق. ما شاء الله جوزها بيسمع كلامها جدا، وسلفتي التانية نفس الحكاية برضو. احنا 3 سلايف، اتنين بيغيروا مني جدا مع ان انا يعتبر شقتي اقل شقة فيهم. جوزي ما بيسمعش كلامي زي ما جوازهم بتسمع كلامهم. انا بستغرب جدا ليه بتعمل كده، ليه بجد. انا نفسيتي تعبانة قوي. هم معاهم البنات والصبيان، انا كمان معايا بنات وصبيان الحمد لله بفضل من ربنا. جوزي الوحيد ما بيسمعش كلامي. اول ما اتجوزته كان بيسمع كلامي. مش معنى ان هو بيسمع كلامي ان انا بأمره، لا، هي الفكرة كلها ان جوزي كان يعني لما بطلب منه طلب كان بينفذ لي رغبتي. عايزه اروح عند بابا مثلا في البلد، في المدينة، تمام اتفضلي روحي اقعد يومين هناك عند بابا وولادي. عايزه فلوس بيديني، عايزه كذا بيديني. الوضع اتغير بعد سنتين من الجواز. لدرجة أول سنتين في الجواز لما كنت بطلب منه طلب كان يقول لي مثلا إيه، أنا هاجي الساعة 11 بالليل. كان في بوابة تانية للبيت، بيت كبير جدا طبعا، كان في بوابة له تانية، وقال لي خلاص تمام، لما أجي هرن عليكي في التليفون تنزلي لي السبت من الشباك أو الباب اللي ورا. طبعا الباب في بيت باب لأم وأبوه، والباب التاني تنزلي لي السبت عشان أحط لك الحاجة فيه. فأنا كنت بستغرب جدا، طب ما أنت طالع على السلم، طب ما تجيب الحاجة في إيدك. كان قعدنا فترة كبيرة جدا يرن عليا وانزل له السبت بالراحة، ويقول لي حاولي ما تخليش السبت يخبط في الحيطة. طبعا احنا كلنا في الاول كنا عايشين في بيت واحد ادوار كده، حماتي في الدور الاولاني وسلايفي في الدور التاني والتالت وانا في الرابع. كنا قاعدين فوق بعض. طبعا اجي اكنس السلم الاقي السلم كله كنس السلم، اجي امسح الاقي انا طبعا هم هناك من الارياف وانا كمان من المدينة. في اليوم ده حسيت ان انا بعد ما مسحت السلم حسيت ان في ميه اتكبت على السلم. انا نزلت طبعا عند حماتي وطلعت في الوقت اللي ما كانش ينفع ان انا اطلع فيه اصلا. اولا ما كانش حد عارف ان انا هطلع في الوقت ده. في الوقت ده حماتي قالت لي اطلعي جيبي لي حاجه من فوق، او اطباق بقى وحلل كبيره والكلام ده عزومه. فطلعت فجاه حسيت ان لقيت ميه قدام البيت. اول ما خلفت ولد. جوزي في اليوم اللي انا بولد فيه جوزي عمل عمليه تاني. ما خلفت بعد سنتين 3 خلفت ولد تاني، برضو جوزي نفس الحكايه. يا دوبك انا كنت لسه بولد وجوزي برضو عمل عملية وتعب جدا، وانا كمان اتعرضت لعملية فورية بعد الولادة مباشر. يعني حسيت ان انا كل ما اجي اخلف بيحصل لي مصيبة، كل ما اجي افرح يحصل لي كارثة. كانوا دايما بصني انت بنت المدينة، انت بنت المدينة. احنا كنا متخيلين ان انت هتيجي تبقي متكبرة علينا.
أول ما اتجوزت حمايا كان بيحب أكلي جدًا، كنت لسه بنوتة صغيرة، وكنت طبعًا متعلمة الأكل في بيت والدتي شوية صغيرين كده، وطبعًا أول ما اتجوزت بعد شوية كده حسيت إن أنا بابدع في الأكل صراحة، كان يقولوا لي: "أنا ما باعرفش ناكل إلا من إيديكِ أنتِ." اليوم طبعًا أنتم عارفين بيت عيلة ومقسمين بقى الأيام، ده عليها الطبيخ يوم، ده عليها الترويق يوم، دي الكلام ده كله، فكان حمايا وحماتي بيحبوني أوي، 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 وكمان مبسوطين بيّا لإن أنا ما شاء الله طويلة وعريضة بقى وبشرتي بيضا، كنت يعني إيه هُم دايمًا الفلاحين بيحبوا الست إيه الطول بالعرض والكلام ده كله. طبعًا كل ما يشوفوني أشرب مَيّة، بتشربي إيه؟ كل ما يلاقوني باكل حاجة، بتاكلي إيه؟ كل ما يلاقوني باعمل أي حاجة، في إيه؟ عايزين يعرفوا أنا باكل إيه، أنا باكل إزاي، أنا باشرب إيه، أبُص ألاقي سلايفي بقوا يجيبوا فاتح للشهية علشان يتخنوا ويبقوا زيي. بقيت أستغرب أوي من اللي أنا باشوفه، بس أنا ما استغربتش وما خدتش بالي من الوقت وما خدتش بالي من الحوارات إلا بعد فترة من الوقت. بعد فترة من الوقت حسيت إن في حاجة غلط، كله باصص لي، كله واخد باله مني، بدأت كمان ألاقي حمايا يتغير معايا، بدأت ألاقي حماتي متغيرة معايا، المية دي لما شفتها وكبت دي وجوزي تعبان واتقلب عليا والدنيا باظت بعد كام سنة من الجواز، حسيت إن الدنيا اتكركبت. حسيت من كلام سلايفي بالغيرة الصريحة، حسيت إن هُم بيقلبوا حماتي عليّا، يعني ده ما عملتش ده قدّامي حبايبي وزي الفل والدنيا تمام، وينصحوني اعملي كذا وما تعمليش كذا. في يوم من الأيام طلعت خدت دُش طبعًا بننزل الصبح بدري الساعة 06:00 يا دوبك نصلّي الفجر وننزل على طول بيت العيلة نجهّز بقى الفطار، والفطار طبعًا يعني فول وطعمية وبطاطس وجبنة، يعني بُصّوا فطار يعني فطار، مش فطار أي كلام. إحنا يعتبر كان ساعات كمان بنطبخ عشان الفطار، نتغدى لأ، نفطر. وفي قبل الفطار طَقّة، يعني الطَقّة الساعة 10:00 كده والّا 11:00 والغدا الساعة 14:00 والّا 15:00 وكمان ناكل المغرب وياكلوا كانت آخر طَقّة بقى بعد ما الرجالة ييجوا من شغلهم، كانت تقريبًا بعد المغرب أو العشا، وبعد ما ناكل الطَقّة دي كل واحدة بتطلع لشقتها، اللي حابة تتعشى بقى أو تعشّي ولادها فوق تمام، مش حابة خلاص والولاد شبعانين، الولاد كمنّهم متعودين إن هم يصحوا بدري، فكانوا بيناموا بدري خلاص تمام وكُلّه بيصحى الفجر على ما نعمل الفطار يكون الشاي والجبنة ساندوتشات الجبنة والشاي، طبعًا عيشة الفلاحين حاجة تانية. أنا طبعًا تعبت شوية في التعامل معاهم في الأول، وبعد كده خلاص بدأت أتطبّع بطبعهم، بقى أغيّر هدومي بس والبس وأحط كُحْلة في عيني، كانت بتبقى مشكلة كبيرة، حسيت بالغيرة في عينيهم لمّا آجي بس أحط كُحْل، طبعًا أنا لوني أبيض وهُم هناك الفلاحين يعني يعتبروا مش بيهتموا بنفسهم في أقصى الحاجة، بدأوا بقى يهتموا بنفسهم أكتر منّي، هُم كمان جوازهم يعني إيه، بيسمعوا كلامهم، لكن أنا من الغيرة ومن الكلام والحقد كتر الكلام عليّا، حسيت إن جوزي بدأ يتقلب عليّا وما بقاش زي الأول والدنيا اتغيّرت معايا وجوزي اتغيّر، وحسيت إن الدنيا بدأت بقى أغضب، عملت مشكلة بقى مع جوزي وغضبت فعلًا. وبعد ما غضبت رجعت تاني وحوارات وروايات، لقيت إن أنا حامل في يوم وجِبت بنوتة، البنت دي كانت وِش السعد عليّا صراحة، جُم في بيت كده في قطعة أرض ورا البيت قالوا يالّا علشان نبني للولدين التانيين، يعني هُم 3 ولاد، في بيت العيلة ده ولد هياخده والبيتين التانيين الجداد كل واحد له بيت، بقيت أقول لجوزي معقول إحنا هنقعد في يوم من الأيام لوحدنا؟ الكلام ده بعد 13 أو 14 سَنة. طبعًا قال لي: "ومش معقول ليه؟" بس سلايفي لحد دلوقتي حتى بعد ما نقلت في بيتي والوضع اتغيّر شوية يعني نوعًا ما، بقوا يعملوا لي مشاكل عشان ما بانزلش، أنا بانزل الصبح أشوف طلبات حماتي وحمايا، أي حاجة أطبخها، أي حاجة أعملها، أي حاجة حلوة باعملها، باروح جارية على حماتي على طول والله وأدّي لها وأنزّل لها، أنا بنت ناس ومبسوطة الحمد لله، نفسيتي شبعانة وجوايا شبعان، مش باحس يعني لو معايا ساندوتش جبنة باحس إن أنا مالكة الدنيا كلّها، أي حاجة بترضيني وباحمد ربنا. لمّا دخلت الشقة الجديدة طبعًا جوزي ما رضاش أبدًا إن هو يغيّر لي العفش ولا يغيّر حاجة في الشقة، هو أقصى حاجة عملها لي عمل لي رُكنة جديدة، مع إنهم هم بقى بالعكس اللي خَد في بيت العيلة ده جدد بيت العيلة ده من أبوه، يعني سجاد البيت كلّه ستاير البيت كلّه، طبعًا خَد الأدوار كلّها فضّاها وغيّرها كلّها من أبوها وجدد كل البيت كلّه، ده بُصّوا صرف حوالي أكتر من 500.000 جنيه على تجديدات الشقق
شقق لأنه طبعًا عنده ولدين كبار هيتجوزهم. فبدأت الدنيا فكرِك إن أنا أبُص لهم، والله ما بصّيت لهم ولا عملت أي حاجة، بقيت أقول يا رب اللي في خير يزيدوا، يا رب تزيدهم من نعيم الله، يا رب الناس كلّها تفرح، يا رب الناس كلّها تكون مبسوطة. ليه بيعملوا كده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ ليه بيغيروا منّي؟ مع إن أنا بسم الله ما شاء الله مبسوطة نفسيًا، لكن أنا يُعتبر أقل واحدة فيهم، وهُم مفكّرين إن أنا أغنى واحدة فيهم. الغيرة بتاعتهم باينة في عينيهم، لمّا بالبس عباية بالاقيهم نازلين يلبسوا تاني يوم والّا تالت يوم ألاقي كل واحدة جايبة 2. يعني أنا لو لبست إسدال جديد بالاقي كل واحدة فيهم جايبة 2، لو لبست شبشب جديد جايبة الشبشب ده منين، لو لبست شوز جديد جايبة الشوز ده منين، لو لبست طرحة جديدة جايباها منين. الطرحة دي خطيرة، الطرحة دي جميلة، مع إن أنا باروح أجيب من أماكن عشان ظروفي المادية باجيب من أماكن أقل من الأماكن خالص اللي هُم بيجيبوها، لكن سبحان الله الحاجة اللي أنا بالبسها بتكون عندهم يعني حاجة غالية جدًا، حاجة عالية جدًا، حاجة فظيعة جدًا، كده يعني. طبعًا استغربت جدًا من التعامل. حماتي اتغيّرت تغيُّر كامل. الطيور بتاعتي حتى لو ألاقي عندي بيض، ألاقي عندي طيور، ألاقي جوزي يدبحي، نضّفي، نزّلي، حاضر، كُلّه يقول له حاضر طالما أنا عندي الخير، طالما ربنا سبحانه وتعالى يعني مزوّد عليّا الخير ربنا يزوّد عليّا، ما بيهمنيش ولا بيهمني ولا بازعل ولا أي حاجة خالص. ليه هُم بيغيروا منّي؟ هل كل السلايف كده؟ باسمع من زمايلي كتير إن في سلايف كويسة، لكن يعني قدّامي أنا في حواليّا ما شُفتش. ناس كتير برضه، طَب أتصرّف معاهم إزاي؟ أعمل إيه؟ أنا قفلت بابي عليّا وبرضه مش سالكين ومش مريّحين. طبعًا أنا مش راضية أحكي لكم تفاصيل، لإن التفاصيل كتيرة. الأيام طبعًا 14 سَنة كل يوم كان بيعدّي فيه كان فيه مشكلة. لدرجة باقول لكم بُق المَيّة اللي أنا كنت باشربه، أنا باحب أشرب مَيّة كتير جدًا، لدرجة بيقولوا لي: "إيه المَيّة اللي أنتِ بتشربيها دي كلّها بتروح فين؟" أنا باحب المَيّة، باحب أشرب مَيّة، يعني أنا كل شوية ممكن أشرب لي 3، 4 لتر في اليوم مَيّة. أنا باحب المَيّة، باحس إن أنا بارتوي. المَيّة اللي باشربها بيحسدوني عليها. اللقمة اللي باكلها بيحسدوني عليها، ولادي برضه بيحسدوهم ما أعرفش في إيه، مع إن أنا أقل واحدة فيهم والله ماديًا. كمان باقول لكم أنا ممكن أجيب عباية واحدة للعيد ألاقي الواحدة فيهم جايبة عبايتين و3. ليه بيعملوا كده؟ ليه مع إن أنا باحبهم جدًا؟ تقعد تقول لي: "ما تسمعيش كلام حماتِك، دي ست خرّافة." تقلبني على حماتي بس بطريقة إن هي خايفة عليّا يعني وعايزاني أعمل لنفسي كرامة وحاجات كتيرة جدًا. بدأت آخد بالي بعد 14 سَنة وحاسة إن فيهم حد بيعمل لي أعمال وحاجات تانية. أعرف إزاي إن هُم بيعملوا لي أعمال؟ هُم كرههم باين في عينيهم، بس أعرف إزاي؟ مش عارفة. دلّوني وصرّفوني وحاولوا. لو في حد وقع في نفس المشكلة يا ريت يكتب لي في الكومنتات. طبعًا ده طلب الجميلة اللي هتسمع إن شاء الله الحكاية. وطبعًا هي حكت لكم الحكاية قليلة، حكت لكم الحكاية مش بحالها، حكت لكم بعض الحكاية، لإن طبعًا 14 سَنة. تخيّلوا بقى كل عيد في ال14 سَنة، كل يوم في ال14 سَنة كانت حكاية ورواية، ربنا يا رب يهدي لها حالها. هاسمع رأيكم في الكومنتات، ما رضيتش أطوّل عليكم الفيديو النهارده كان روتين خفيف زي ما أنتم شايفين في أوضة الكنب كده. هننفّض ونكنس ونمسح زي ما أنتم شايفين. حاجات بسيطة جدًا، حاجات رقيقة جدًا. كل سنة وأنتم بألف خير، كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. عاملة لكم الكرشة والممبار في فيديوهات فاتت جميلة جدًا، يا ريت تشوفوهم وتسمعوهم، حلوة جدًا. على دخلة العيد الجميلة دي هتنفعنا كلنا. هاستنى آراءكم في الكومنتات إن شاء الله. لايكات كتير، شير كتير للفيديو لو عجبك الفيديو، وإن شاء الله كل الفيديوهات بتاعتنا هتعجبكم.